الحمد لله خرجنا من البطولة اللي الإعلاميين بيحاولوا يوصلوا لنا إن إحنا عملنا فيها إنجاز، وإن القماشة اللي عندك كده، وإن حسام حسن عمل حاجة ما حصلتش. آه، طبعا كل الكلام ده هجايص، كل الكلام ده عشان الدنيا تفضل دايرة. إنما الحقيقة إن اختيار حسام حسن في حد ذاته كان غلط. يمكن ماتش كوت ديفوار انت كنت مضطر تلعب بالطريقه دي وفاجئت بيها كوت ديفوار، واللي نفعك انك انت في اول الماتش مرموش جاب جون. كان عندك كام لعيب فايقين فالدنيا مشيت معاك. غير كده ساعدك سوء حالة كوت ديفوار. يعني ما تنساش ان كوت ديفوار كان عندهم شوية تراخي، شوية كسل. ما عندهمش العنف والحمية بتاعت السنغال، وبالتالي قدرت تكسبهم. وانا متأكد مليون في المية ان اللي عمل التشكيل ده مساعدات خارجية زي طارق سليمان او محلل الاداء اللي في الجهاز. انما حسام بدماغه لا يمكن يوصل للتشكيل ده اللي هو كان في ماتش كوت ديفوار، اللي هو الاجلي فوتبول، الكرة اللي هي ما عندكش كرة انت بس يا دوب ايه. جات لك واحدة يلا قدام يمكن تيجي وطفش يمكن تجينا، والشغل اللي هو بتاع زمان ده، اللي هي الكرة اللي اتلغت يعني من ايام، من سنة 90 تقريبا ما حدش اتفرج على الكرة دي. الناس تقول لك ده ستايل ايطالي. لا، الايطاليين ما كانوش بيعملوا الكلام ده. الايطاليين لما كانوا طول عمرهم عندهم قدام، عندهم ديل بيرو، وعندهم باجيو، عندهم لعيبة، عندهم لعيبة بتقدر تنقل كورة، عندهم توتي، عندهم صانع لعب بيعرف يحرك الفرقة. انت عندك مين؟ انت عندك مين مجهزه ان هو يشتغل على الخطة اللي انت عاملها؟ هل انت اصلا يا كابتن حسام محضر الخطة؟ استحالة. هي جات لك ان انا هلاعب جنوب افريقيا، فاتطرد مني واحد، فقفلت فمشيت معايا. طب انا هلاعب بقى كوت ديفوار، فرقة اتقل مني واسرع مني، فرق سرعات، فرق خبرات، فرق محترفين، فاعمل ايه؟ اقفل وطفش يمكن تجن. ماتش كوت ديفوار حسام حسن عمله كويس. طيب، ماتش السنغال هتنزل بنفس التشكيل. هل مدرب السنغال ما اتفرجش عليك في ماتش كوت ديفوار؟ مدرب السنغال ما فهمش ان انت لعبت على كوت ديفوار ان هم عندهم طرفين تقال، فانت قفلت له الاطراف، فما بقاش عارف يهاجمك لانه هو عطل، لان انت كنت بتلعب برضو مدرب مخه على قده. مدرب السنغال عنده مانيه، عنده مانيه عرف يحركه، عرف يشتغل عليه. مانيه لما جاب لك الجون، جاب الجون منين؟ من على حدود منطقة الجزاء في العمق. ده لعيب شغل دماغه، ده لعيب شغل دماغه. لا انك انت موقف له هاني وفي ظهره ياسر والناحيه التانيه فتوح وفي ظهره ربيعه ويلم من وراهم حسام عبد المجيد، فاحنا هنفضل نلعب اليوم لحد اخر اليوم نفس التقفيله. فطبيعي انك انت مدي الواحد يضربك، عمال بيضرب فيك يضرب فيك وشاف ان الضرب ما بيوجعكش، ما هو يدور على الحته اللي هتوجعك. من يدور على الحته اللي هتوجعك؟ اولا، افريقيا كلها عارفه ان الشناوي اي شوط عليه من بعيد بيقعد يتفرج عليها، فاللعيبه كانت لما بيجي لهم فرصه يشوطوا يشوطوا. ماني حط واحدة، هو مش بعيد عن الشناوي، الشناوي أصلا واقف في تلت الجون اليمين اللي الكرة دخلت فيه. الشناوي أصلا ما عملش عليها تراي. يعني فكرني بعبد الواحد زمان، عبد الواحد السيد كان بيدخل فيه جوان شبه دي كده، تتشاط عليه الكورة أو تتلعب عليه بالهيد يقف يتفرج عليها. فبالتالي احنا عندنا دلوقتي كوارث في الفرقة. كله عمال يقول لما نعدي بطولة افريقيا، لما نعدي بطولة افريقيا هيجي كاس العالم نقول لما نعدي كاس العالم. ما احنا لما ندخل كاس العالم بالمنظر اللي احنا فيه ده هنتفضح. احنا ما عندناش كورة. انت عندك اشباه لعيبة. يعني لو حسام ليه حجة انه فعلا بيلعب بلعيبة ما عندهمش اساسيات كورة، ما بيعرفش يستلم ويسلم. انت لما كنت بتحاول تضغط على السنغال اتفرج على الفروقات، اللعيبة عارفة هي بتعمل ايه. المدرب اللي بره بتاعهم مش هو اللي مشغلهم بصراحة.
هم شغالين، هم عارفين بيعملوا ايه. هو المدرب اللي بره حط كل واحد في مكانه والفرقه شغاله. فانت ما عندكش لعيبه، ما عندكش لعيبه. نروح نزود بقى الطين بله ونقوم جايبين مدرب، يبقى احنا لا عندنا لا لعيبه ولا عندنا مدرب.